السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ميني بطبوط كيجي من فوق خفيف وهشيش ناجح 100% مع اسرار النجاح اللي كيخبيوها عليكم. خليو ديك اللايك بالزربه ويلا نبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. عندنا 250 غرام ديال الفينو، كيلو ديال الدقيق الابيض، عندنا 15 غرام ديال السكر، وعندنا 10 غرام ديال الملح، كاس ديال الحليب مخلط باللبن باش كيجينا هشيش، 25 خميره، كاس عنبه ديال الماء يكون دافي، 4 كاس ديال زيت الزيتون، عندنا كاس ديال الماء اخر. كنخلطوا المكونات مزيان، كنزيدوا كاس اخر ديال الماء. العجينه كما كتشوفوا رطبه وكتلتصق في اليدين، ولكن كنخلوها ترتاح، وديك الساعه كتكون شربات وكترجع العجينه على شكل العجينه ملسه. من بعد ما اختبرتنا العجينه لاول مره غادي نشكلوها كويرات وغادي نخلوها تخمر المره الثانيه. كما كتشوفوا العجينه على هذا الشكل هذه كترجع رطيبه وتشكل بها اي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا عندنا هنايا هذا دقيق القمح وهذا الدقيق الابيض. كما كتشوفوا دابا كتقوم بالتدوير ديالها. هاهي العجينه ديالنا رطيبه في الملمس ديالها وخفيفه. شوف بحال هكا تكون عندكم النتيجه ديالكم بحال هكا، العجينه تكون رائعه. شوف كما كتشوفوا باش كندغروا يعني العجينه ديالنا بالطحين ديال الفرص والطحين ديال القمح هو باش كنطرحوه به. ودابا من بعد ما ملي كنكوروا هاد العجينه ديالنا كنخليوها ترتاح مره ثانيه باش العجينه كتجينا ساهله ما كتبقاش تجمع لنا. من بعد ما ارتاحوا 5 دقائق غنبداو نطرحوا العجين ديالنا باش نشكلوا البطبوط ديالنا. كناخذوا واحد العجينه كما قلت لكم يعني كنسرحوها بالطحين ديال الزرع، ماشي بالطحين ديال السوق. كنسرحوها غير بالمدلك العادي، ما كنحتاجوش يعني شي آلة. هيا دابا باغيين كنطرحوا العجينه. المهم دابا من بعد ما سرحنا العجينه كما كتشوفوا كنقلبوها باش ما تلتصقناش من الاسفل. صافي هو هذا السمك ديالها، ما كنخلوهاش رقيقه بزاف وماشي غليظه بزاف. دابا كنتاكدوا باللي العجينه ما ملصقاش من الاسفل باش ملي كنطبعوها ما كتكمشناش. المهم العجينه ديالنا نخدموها بهذا المرشم هذا اولا هذا اللي حبيتو. كنحاولوا اننا نبداو من يعني من البدايه ديال العجين باش ما كنخلوش الزوائد بزاف. كنخدموها بهذه الطريقه ساهلين. انا بغيت نخدم بالمرشم كبير لانني بغيت نسربي راسي ما يعني بلا ما نبقى نضيع في الوقت. البطبوط ديالنا دويتها مزيان، كنحاولوا اننا ما نعاوجوهاش. ها هي ديالي جات معوجه وهذه جات مزيانه. انا عملت واحد الصينيه وعملت عليها واحد الخريقه وصافي كنحطهم هنايا على ما نوجد البقيه. ها هو دابا كنغطيو عليه باش كنعملوا الطبقه الثانيه. دابا بنفس الطريقه كنخدموا هاد العجينه هذه وصافي. وهنا كنطيبوا البطبوط ديالنا على المقلاة كما كتشوفوا بهذه الطريقه ونقلبوه مره حتى يتحمر ويعطينا هذه النتيجه
اللي كتشوفوا حداكم. وهذه هي النتيجه النهائيه. كيجيو الطبطات فتيين هشيشين كيحمقوا، عمريهم باش ما حبيت، واستمتعي بهم مع عائلتك وحبابك. وهنا كنكونوا سالينا المقطع ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتم من الطريقه، والسلام عليكم.